لقاء خاص ومميز مع الفنان الجميل والاعلامي الفنان استاذ احمد الجوري. مشرفنا استاذ احمد. ربنا يخليك. وجودي النهارده طبعا في مهرجان ملتقى سينيماتكس، هو المستشار الاعلامي للمهرجان، وان شاء الله هقدم المهرجان واتمنى ينول اعجاب الجميع. بقى المهرجان الافلام الروايه القصيره من الحاجات اللي انا مهتم بيها جدا، وان شاء الله يبقى ملتقى جميل. تمام. الفنان احمد الجوري، انت شايف ايه بالنسبه للمواهب الجديده سواء المخرجين او المصورين او يعني كل ما هو ورا الكاميرا في كل الحاجات دي كلها؟ بالنسبه للمهرجانات اللي بتتعمل الافلام الرؤيه القصيره، المشكله ان العدد بيبقى قليل جدا، مفيش دعايه كافيه، فالمواهب سواء مخرج سواء سيناريست سواء ممثل ما بياخدش فرصته كامله، وده للاسف. اتمنى ان المهرجانات دي الناس تهتم بيها، عشان المهرجانات دي مهمه جدا. الافلام الرؤيه القصيره وفيها ابداع للمخرج للممثل، وانا اتمنى من كل قلب ان فعلا الناس تهتم بالموضوع. يعني بتشرف ان انا اكون في مهرجان محترم زي ده، مقدم افلام كتيره تقريبا حوالي 48 فيلم، واتاخد منهم 18 فيلم من الافلام اللي موجوده، افلام محترمه جدا، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. قبل ما نمشي لازم نكرم الناس اللي تعبت معانا، مش بقى 3 ايام، الفتره اللي فاتت دي كلها. هقول اسامي المكرمين واللي فعلا تعبوا معانا، غير الناس اللي تعبت وحضرت الافلام وشاهدناها وخدت تكريمات.